لو سألتني سؤال وقلت لي التامنة هتيجي ازاي؟ هقول لك هتيجي برجالة، هتيجي بعزيمة وإرادة، والكرة بتقول لك أنا عاوزة الرجالة اللي بتبذل عرق في الملعب. ولكن حتة التخاذل وحتة الرعونة وحتة التعالي على الكرة هتديك على قفاك وفين يوجعك. منتخب مصر على آخر الزمن بيتعادل أمام موزمبيق، وإحنا اللي بنتعادل في آخر الدقايق. مش بس بنتعادل نتيجة كده وخلاص، مش هقولك اتعادلنا بكرة وهدف جبناه ملعوب وشكله حلو، مش هقولك اتعادلنا بعد محاولات كتير على مرمى موزمبيق جوه الستة بره ال 18 على ال 18 تصويبات على حدود او بين الثلاث خشبات مفيش. ولكن بنتعادل بكرة ميتة، كرة ملاش اي 60 لازمة، بتيجي لنا ضربة جزاء محمد صلاح بيدخل عشان يجيب التعادل. فبدون استثناء لعيبة المنتخب كلها ادائها زفت في زفت. ده غير طبعا ان مفيش اي فنيات، يعني المدرب اللاعب بره ما شفناش اي فنيات في الملعب، لا تحضير من تحت والعب يا معلم يمين وشمال واطلع كده بالهجمه كده بنص الملعب ويبدا شغل الاطراف، مفيش. حتى التبديلات بتنزل احمد حسن كوكا ومقعد بره كهربا اللي كان ممكن كهربا ينزل ويكهرب الدنيا جوه الستة. ده غير نص الملعب مروان عطية قاعد بره وامام عاشور اللي بينزله في اخر كام دقيقة وبيقول له انزل بقى ايه هنطش معاهم. ولكن عيب قوي وخيبة قوي ان منتخب مصر يتعادل قدام موزمبيق. انا عارف ان الكرة ملهاش كبير وان الصغير ممكن يدي الكبير على دماغه عادي جدا، ولكن انت كمنتخب مصر ما عملتش اي حاجة النهاردة، فالنقطة اللي خدتها والله ما تستحقها.